الحسين عموتة يعلنها: أتمنى الفوز مع المغرب بكأس أفريقيا. أتيحت لي فرصة تدريب المنتخب المغربي الأول ورفضته، وكل الدعم لوليد ركراكي. ما قاله الياس أخوماش عن وليد ركراكي ومدرب الكوديفوار يشيد بالمغرب بخصوص مشاركته في كأس العالم. أدلى الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني بتصريحات خلال حوار مع منبر ذا فويس المغربي. هضر فيه على المنتخب الوطني المغربي، أكد في أنه كيتمنى أنه يتوج بلقب كأس إفريقيا بالمنتخب المغربي، وأنه كيتمنى أنه يدرب المنتخب المغربي. أكد أنه أتيحت له فرصة أنه يدرب المنتخب المغربي الأول. فحول شنو خاص المنتخب المغربي باش انه يتوج باللقب الافريقي. قال الحسين عموتة: عندما كنت مع المنتخب المحلي كانت هنالك جملة طاغية، وهي يجب ان نلبس الثوب الافريقي، فهذه كأس افريقية ويجب اذا ان نتعامل مع الظروف الافريقية، وهذه الظروف هي الحرارة والرطوبة والملاعب وظروف التنقل والظروف الجماهيرية، بالإضافة لشراسة الجماهير الإفريقية وظروف الإقامة والإيواء، فيجب أن نلبس هذا الثوب الإفريقي. حسين عموتة دافع عن وليد ركراكي وطاقمه وقال في هذا الصدد: لكن يبقى ما قدمه منتخبنا وطاقمه بقيادة وليد ركراكي هي أشياء كانت دائما طيبة، ولا ننسى ما قدمه في كأس العالم حينما شرفوا المغاربة والعرب أيضا، ويجب علينا أن نساند طاقم المنتخب المغربي أولا لأنه طاقم مغربي، ونحن نرى أنفسنا داخلهم وبينهم ونتحمل معهم المسؤولية، ويجب أن نحافظ على الأطر الفنية المغربية على وجه الخصوص، لأن عندما تنجح على وجه الخصوص خارجا فهي تمنح فرصة للأطر الأخرى. وأتمنى كل التوفيق لزميلي وليد ركراكي. وبالنسبة للحلم الذي يتمنى الحسين عموتة تحقيقه في مشواره كمدرب، فقال هو التتويج بكأس أفريقيا للكبار. وقال في هذا الصدد: نحتاج للفوز بكأس أفريقيا للكبار. الحمد لله أن المنتخب المغربي حقق إنجازا مع وليد ركراكي في كأس العالم، ولكن نحتاج أيضا للتتويج بلقب كأس أفريقيا، ونحن نستحقها بكل تأكيد. فالمغرب أصبح يستثمر بشكل كبير مؤخرا من حيث في الأندية وكذلك في المنتخبات وتنظيم بطولات كبيرة، ومن حيث البنية التحتية والاستثمار في اللاعبين. وإن شاء الله النسخة القادمة التي ستنظمها بلادنا من كأس أفريقيا سنتوج بها. عموتة أشار إلى أنه أتيحت له فرصة تدريب المنتخب المغربي الأول، ولكن لظروف شخصية لم يستطع ذلك، وقال: صراحة أتيحت لي الفرصة ولكن لظروف شخصية رفضت ذلك، وبصراحة كل الشكر لسيد فوزي لقجع، لكنني رفضت، وذلك احتراما لحظوظ المنتخب المغربي، لأنني لم أكن جاهزا من الناحية النفسية بسبب بعض الظروف الصعبة، لكن الفرصة ستأتي لي إن شاء الله من جديد. فهذه كانت أهم النقاط اللي هضر عليها حسين عموتة في الحوار ديالو مع ذا فويس، وغتلقاو حلقة الحوار بالكامل في أول تعليق تحت هذا الفيديو. إلياس أخوماش جناح نادي فياريال الإسباني كيقدم هذا الموسم مستوى جيد مع هذا النادي هذا في أول موسم ليه في الاحتراف من بعد ما كان كيلعب في القسم الثالث مع رديف برشلونة. أدلى بتصريحات خلال حوار أجره مع موقع العربية الجديد هضر فيه على كيفاش تقبلت أنه يختار المنتخب المغربي، وشنو قال كذلك على الناخب الوطني وليد ركراكي، في ظل أنه كاين تقارير كتتحدث على إمكانية استدعائه للمنتخب المغربي الأول في قادم المناسبات. فمما جاء في تصريحاته لموقع العربية الجديد أنه قال ما يلي: كنت لاعبا مهما بالنسبة للمنتخب الإسباني لأقل من 21 سنة، وأود أن أعبر عن امتناني لكل شيء قدموه لي، كان علي اتخاذ قرار واحترمه في نهاية المطاف. وتابع: منذ اللحظة الأولى التي التحقت فيها بالمنتخب المغربي الأولمبي، المدرب عصام الشرعي جعلني أشعر بأهمية داخل المجموعة، فهو يعرفني ويعرف صفاتي جيدا، في أي مركز لعبت معه سأحاول تقديم الأفضل. أما حول ما قاله اللاعب الياس أخوماش حول الناخب الوطني وليد ركراكي، فقال: أعتقد بأن وليد ركراكي مدرب قريب جدا من لاعبيها، والأمر يظهر بوضوح، والنتائج التي سبق له وحققها مع المنتخب المغربي ليست مجرد
صدفة، فهو كيهضر على وصول المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم. طبيعة الحال ليست صدفة، ومن يقول أنها صدفة فهو يا إما جاهل وإما حاقد. إلياس أخوماش أصبح لاعب أساسي في تشكيلة فريق فياريال الإسباني برغم أنه ما كيتجاوزش العمر ديالو 19 سنة. لاعب اللي يعني سجل هذا الموسم مع نادي فياريال نادي الغواصات في مختلف المسابقات، في الدوري، في الكأس، في المسابقات الأوروبية. بطبيعة الحال الأولوية كتبقى لمدرب المنتخب الأولمبي أنه يعتمد على إلياس أخوماش في قادم المباريات، وكذلك إن شاء الله باش تكون جاهز إن شاء الله لأولمبياد باريس في صيف هذه السنة. ولكن كيف ما قلنا من المتوقع أن الناخب الوطني وليد الركراكي يستدعيه للمنتخب المغربي الأول في أحد المعسكرات القادمة باش يكون باللاعبين الذين يشكلوا مستقبل المنتخب المغربي الأول. تصريحات جديدة فيها إشادة للمنتخب الوطني المغربي من مدرب منتخب الكوت ديفوار المدرب إمريز فايي، اللي مؤخرا تم يعني ترسيمه بصفة رسمية كمدرب المنتخب الكوت ديفوار، حكم أنه كان فقط يعني مدرب احتياطي في كأس إفريقيا. أدلى بتصريحات جديدة أشاد بها بالمنتخب المغربي واعتبره مثال جيد لكرة القدم الإفريقية. فجاء في تصريحاته لقناة الأولى المصرية ما يلي: بالنسبة لي أود أن أتعامل مع الأمور خطوة بخطوة. أنا مدرب لمنتخب الكوت ديفوار وأريد الاحتفال بلقب كأس أفريقيا. لدينا مهمة صعبة في تصفية كأس العالم 2026، ونضع أعيننا على إنجاز منتخب المغرب في مونديال قطر 2022. وأضاف: المغرب مثال رائع لكرة القدم الأفريقية بعد بلوغ منتخبه المربع الذهبي لكأس العالم. لقد أصبح هذا هدفا لكل المنتخبات الأفريقية، ولم لا يفوز منتخب أفريقي بلقب المونديال. فملي كنهضروا على المنتخب المغربي في كأس العالم كنهضروا على منتخب اللي ولا مثال يحتذى به لكل المنتخبات الإفريقية، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، أننا على المستوى العالمي وصلنا السقف ديال طموحات المنتخبات الافريقيه. وممكن كيف ما قال هذا المدرب هذا ان هذا السقف هذا يتجاوزوا شي منتخب افريقي في السنوات القادمه ويتوج باللقب، بحكم ان المنتخب المغربي وصل لنصف النهائي. ممكن لما لا في شي نسخ مستقبليه سواء المنتخب المغربي او اي منتخب افريقي يتوج باللقب. كره القدم لا تعترف بالمستحيل، ففي هذا الجانب المنتخب المغربي مثال يحتذى به. ولكن في الجانب الافريقي المنتخب المغربي كيبقى منتخب عادي جدا بكل صراحه، كيوصل للثمن الربع وكيتقصى مع كامل الاسف. ولكن تبقى ديما الطموح على ان المنتخب المغربي خصوصا يعني في النسخه القادمه ان شاء الله غادي تقام في بلادنا بالمغرب انه يتوج باللقب. وكيبقى هذا هو الهدف، انه يعني كتبقى ديما كتقاتل كتفشل كتعاود تنوض، وكيبقى ذاك الهدف ديما امام عينيك انك تتوج باللقب الافريقي. وفي نفس التصريحات مدرب منتخب الكوت ديفوار لقناة الأولى المصرية عاود أكد من جديد أن المنتخب المغربي كان عنده دور كبير في يعني فوز المنتخب الإيفواري بكأس إفريقيا، بحكم أنه هو يعطوا كيف ما قال هو قبلة الحياة من أجل أنهم يتأهلوا للدور القادم. وكتعرفوا يعني بقية القصة أنهم يعني من دور الثمن هما غادي حتى وصلوا للمباراة النهائية وتوجوا باللقب في نسخة غريبة الأطوار.